السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم فيديو عن الليمون المعصفر السريع. الليمون ده ما بياخدش وقت يا حبايب قلبي، يعني بكتيره أسبوع، لأن احنا بنبقى سلقينه نص سلقة وبيجي معانا بسرعة. وهتجربوه وتلاقوا أحلى ليمون معصفر، أحلى من الجاهز. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا معانا 2 كيلو ليمون. جبناه وغسلناه غسيل جيد مرة واتنين، وسبناه يصف في مصف. هنجيبه يا حبايبي، اول خطوة كده هنعملها ان احنا هنجيب الليمونة ونقطعها كده، نعمل فيها حرف الزائد كده بالسكين، طولي وعرضي. اهو يا جماعة بنقطعه كده طولي وعرضي كده يا جماعة. هنقطع كده وبالطول كمان، عرض وطول، بحيث ان احنا نخلي الليمونه ماسكه من تحت كده، ما نخلصهاش للاخر يا جماعه، تبقى ماسكه نفسها كده. هنجيب يا جماعه 3 قرون فلفل حامي من الاحمر ده، ونقطعهم كده وهنركنهم معانا، هنحتاجهم دلوقتي. ودلوقتي يا حبايب قلبي معانا العصفر معانا مساح مج. هنجيبه كده وننقيه من اي حاجه غريبه عن العصفر، يعني عصايه، اي حاجة غريبة فيها ننقيه منها كده يا حبايبي. صلوا على النبي يا جماعة واذكروا الله. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معانا يا حبايب قلبي معلقة هرمية ملح، ومعلقة هرمية برضو حبة البركة. حبة البركة يا جماعة ما بنكترش عن معلقة فيها، علشان خاطر ما تسمرش معانا الليمون. معلقة واحدة كافية أوي. هنقلب المكونات دي كده يا جماعة وهنسيبها معانا على جنب. هنرفع مية على النار لحد ما تبقى زمتة معانا يا جماعة، ما تبقاش ما تغليش، تبقى يا دوبك زمتة كده، بدء هتبدأ لسه للغلوان. هننزل بكمية الليمون اللي احنا قطعناها كده بنفس الطريقة ديت. هننزل بالكمية اللي معانا كلها يا حبايب قلبي. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو النهاردة يعجبكم. امشوا بالخطوات بتاعته مظبوطة يا جماعة، هيطلع معاكم احلى ليمون معصفر سريع، وهيجي معاكم بسرعة كمان. هننزل الليمون يا جماعة بحيث انه كله يبقى في قلب المية، ميبقاش في حاجة فوق المية، عشان يتسلق معانا كله مظبوط. كملنا شوية مية سخنين اهو يا جماعة على كمية الليمون اللي عندنا. هنقلب فيه بقى يا حبايبي كده كده يا جماعة. بيغلي معانا اهو، بدأ يغلي معانا. من وقت ما يبدأ يغلي معانا اول غلوة ديت نحسب ربع ساعة، وربع ساعة بس ما نزودش عن الربع ساعة، بحيث انه ما ينهريش معانا، ويبقى السوا بتاعه السليق بتاعه نص سليق كده، يبقى مظبوط اهو يا حبايبي كده. عدى الربع ساعة يا جماعة، بنقلب فيها اهوت. خلاص كده بقى احنا بنشوف الليمونة هي طريت معانا، لانت معانا وطريت كده. اسبوع يا جماعة هيخلي المخلل يبقى مظبوط ويبقى حلو. مدة اسبوع بس كده يا جماعة. هننشل الليمون نحطه في معون عندنا كده علشان يبرد اهو يا حبايبي. هنشيل نسبة الليمون كلها ونحطه في حاجة جنبنا كده ونسيبه لما يبرد معانا، لما ايدنا تستحمله كده، عشان نعرف ان احنا نحشيه بالعصفر والحبة البركة والملح وكده. المية دي يا حبايب قلبي ما نرميهاش، المية دي غليت كتير وتعقمت معانا وحلوة، لان احنا هنعمل بها محلول لليمون دي، ما تترميش معانا. دي الليمون هنسيبه يهدى والمية هنسيبها تهدى. الليمون هدي معانا اهو يا حبايب قلبي وبرد معانا. جانا بقى دلوقتي لمرحلة ان احنا نحشيه. هنمسك الليمونة كده يا جماعة، ده العصفر يا جماعة مع حبة البركة بالملح مقلبينه طبعا اهو يا جماعة. معانا برطمان مناسب، عقمناه بمية سخنة وتنشف حلو، وجبنا قيمة منديلين كده بلناهم خل، ومسحنا قلبية البرطمان والحافية بتاعته، بحيث
ان مفيش بكتيريا تدخل لليمون، البكتيريا اللي هي بتبقى بيضة ديت. هنجيب يا حبايب قلبي الليمون بقى معانا اهوت، وهنحشيه. هنحط كمية معقولة في قلب الليمونة كده، نحاول ان احنا نحطيه في القطع اللي احنا عملناه طولي وعرضي. الليمون ده جميل يا جماعة، وبإذن الله هتجربوه وهو أحسن من الجاهز. طبعا المفروض نعمل كل حاجة بإيدينا، المخلل نعمله بإيدينا. هنعمل بإذن الله مخلل، خيار، ليمون، أي حاجة بنعملها بإيدينا. وكفاية إن أنت ضامنة نظافة الحاجة وطبعا مهتمية بنظافة الحاجة وكده لنفسك ولبيتك. فبإذن الله كل شيء كده نتعود إن احنا نعمله بإيدينا، وهنعمله بإذن الله يبقى أحلى من اللي جاهز كمان. انتوا هتجربوه وتشوفوا إن هو أحسن من الجاهز. كده يا جماعة بنحشي، بنفتح الليمونة كده ونحط فيها كمية معقولة، ونرص في البرطمان كده واحدة جنب واحدة. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو يعجبكم النهاردة، ولو عجبكم اعملوا لي اشتراك ولايك، واكتبوا لي كومنت، فعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. واللي أول مرة يا حبايبي يتابع قناتي يعمل لي اشتراك. اهو يا حبايبي، اهو بنحط كمية معقولة كده ونرص في البرطمان واحدة جنب واحدة كده. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وربنا يجعل الشهر الكريم ده شهر خير وبركة على العالم الإسلامي كله. اللهم آمين يا رب العالمين. كده يا حبايبي رصينا واحدة جنب واحدة اهي. بقول لحضراتكم ان القطع اللي احنا عاملينه ده نخلي القاعدة بتاعة الليمونة دي تحت، ونراعي ان اللي فيه عصفر ومقطوع فوق ده يبقى اليم فوق، عشان ما نحطوش مقلوب ولا حاجة والعصفر ده يقع منه. خلي الليمونة على القاعدة بتاعتها اللي هي متماسكة، واللي مفتوحة دي تكون ناحية فوق. كده يا جماعة احنا مستمرين اهوت في حشو الليمون. هنخلص الكمية اللي عندنا كلها. خلصنا الكمية يا حبايب قلبي، والبرطمان طلع كبير شوية بس احنا برضو هيبقى لنا الحل فيه. معانا يا حبايب قلبي 3 قرون فلفل الحامين دول شطة حامية اللي احنا كنا مقطعينهم على جنب، هنحطهم في الخلاط مع 3/4 مج ملح، وده نص كوباية عصرينها يا حبايبي ليمون. نص كوباية ليمون، عصير ليمون، و3/4 كوباية ملح، وال3 قرون. دي مية السليق يا حبايبي سيبناها تهدى، دي اللي فيها ده شوية من العصفر جم فيها كده. فهناخد كمية من المية والحاجة اللي عندنا دي، المكونات اللي عندنا دي، ونضربها في الخلاط عشان ننعم الفلفل الحامي ده مع الملح والليمون. اهو يا حبايبي ضربناه في الخلاط اهو، وحطينا عليه نسبة ملح نسبة مية يا جماعة من بتاع السليق، ما تخافوش مش هتمرر. دي مية غليت كتير ومعقمة، ودي افضل حاجة عن انك تغلي مية كده من الحنفية. لا دي افضل منها، احنا متعودين ان احنا بنعمله كده وبتبقى زي الفل، وانتوا هتجربوه باذن الله. يا رب الطريقة دي تعجبكم يا جماعة، وباذن الله هتبقى نتيجة ناجحة معاكم، بس اتبعوا الخطوات مظبوطة والمقادير اللي قلناها لحضراتكم دي. بقول لكم يا جماعة ان الليمون ده المفروض يكون غطسان كده، ما يبقاش فوق المية هي اللي تبقى مغطية الليمون. اهو يا حبايبي زودت برضو كمية من المحلول اللي معانا، واتكيت على الليمون كده، بس ليمون برضو مرفوع اهو، لان البرطمان طلع معانا كبير شوية، كان عايز برطمان اصغر من كده. فدلوقتي يا حبايب قلبي اهو الليمون عايز ينضغط كده، هنحط له بقى على الوش كده يا حبايب قلبي قيمة فنجان زيت. الفنجان الزيت ده بيعمل عازل بين الليمون عن الهواء. اهو يا حبايبي معانا دول كانوا 10 ليمونات اللي احنا كنا عصرينهم وعاملين بيهم نص مج عصير ليمون. هنحط القشر ده، فايدة ان احنا بنحطه كده يا جماعة ان هو بيضغط لنا على الليمون اللي احنا اللي تحت اللي مسلوق، بحيث ان هو يبقى كله مضغوط في قلب المحلول. ولما بإذن الله يتخلل معانا ونفتح عليه بعد أسبوع، هنشيل قشر الليمون ده، مش هنبقى محتاجينه يعني، هنشيله هنتخلص منه.
بس هو دلوقتي حاليا ضغط لنا الليمون في قلب المحلول. هنجيب غطا كده يا حبايب قلبي، كيس من بتاع التلاجة، ونحطه كده علشان ما يبقاش فيه منفذ للهواء خالص ان هو يدخل ويغير لنا حاجة في الوصفة بتاعتنا. احنا بنمشي الخطوات كده يا جماعة عشان تبقى الحاجة ناجحة معانا من اولها لاخرها. ونرج البرطمان كده يا جماعة. النهائي ده الشكل النهائي يا حبايب قلبي. البرطمان ده هنتنينا قافلين عليه كده لمدة اسبوع، وبعد الاسبوع هنفتحه نوري حضراتكم النجاح الوصفة بتاعتنا. اتمنى يا حبايبي ان هي تعجبكم. وبعد ما نفتحه بعد اسبوع هنقفل عليه تاني ونحطه في التلاجة. اتمنى يا حبايبي ان النتيجة دي تعجبكم وتعملوا لي اشتراك اهو يا جماعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.